السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غنمشيو للمول نيستو بعجمان ونشوفوا اشكال الذهب الهندي والعربي، وكذلك نحضروا مع بعض القهوه التركيه الشهيره. تقدروا تصايبوها في البيت من ما تحتاجوا انكم تاخذوها في مقهى. اذا كان عندكم الوقت تبعوا معايا الفيديو. اذا اول حاجه كنحتاجها هي هاد القهوه التركيه. باش تطلع معك مزيانه ضروري المقدار مضبوط جدا. كنشريو اول حاجه البن التركي، راه كاينين كيتباع في لي سوبر ماركت الكبار، وممكن ان الناس اللي تعيشوا في الخليج ياخذوه من مول اسطنبول، وفي تركيا راه متوفر، وفي المغرب حتى هو متوفر. اذا القهوه التركيه واحد المزيج ديال القهوه السوداء والقهوه السمراء اللون، وكيديروا فيها واحد الخلطات ولكن رائعه. اذا كما شفتوا الكوب اللي غادي نشرب فيه انا القهوه تنملؤه بالماء وتنحطه في هذه الاداه الخاصه بالقهوه. اذا كل كوب ديال القهوه يحتاج ملعقه كبيره من البن. هذه شريتها انايا من واحد المحل تيقولوا لي محل هاشم، معروف بالتوابل كيصايب لك القهوه قدامك. وممكن انكم تشريو معلبه. معروفه القهوه التركيه بواحد النكهه خطيره جدا. اذا انا كندير كل ملعقه من البن كنعمل معاها ملعقه من السكر. راه ما تجيش حلوه لان ضروري ديروا فيها السكر مخاطه، لان مثلا القهوه العربيه ندير لكم شي نهار فيديو على القهوه العربيه ما تيديروش فيها السكر بتاتا، وكان تقدر تشربها الا خديتها مع التمر. اما القهوه التركيه لابد من السكر. اذا كنحرك مزيان هذيك البن باش يهبط لتحت. اذا كما كتشوفوا من بعد ما خلطتها اضعها فوق النار، والنار ضروري تكون نار مهيله باش تطلع لكم القهوه التركيه رائعه مثل الاتراك. اذا راك طلعي واحد الرغوه ديالها، وهذا هو سر نجاح يعني تحضير القهوه التركيه. صراحه المذاق ديالها رائع. كونوا متاكدين على جربتوا هذه الطريقه كما وريتكم بالمقدار تقدروا انكم تصايبوا كوب للقهوه التركيه بدون انكم تذهبوا الى المقاهي، وخصوصا بالنسبه للنساء اللي ما كيكونش عندهم الوقت باش انهم يمشوا للمقاهي، وكذلك الناس اللي عشاق القهوه خصوصا قهوه المساء او قهوه الصباح، لان مع القهوه عندي واحد العشق رائع. كيعرفوا هادشي الناس المدمنين على احتساء القهوه ضروري. اذا هنا ملي حيتها من فوق النار كتعرفوا بان خصنا نبقى واقفه حدا، لانها كتطلع واحد الرغوه لا تعود تفيض لكم، ما نقيسوها ما نحركوها. اذا كاين جوج طرق ولا صب القهوه في الفنجان باش تحافظوا على الرغوه. ممكن انكم تجمعوا الرغوه ديالها بشي ملعقه غير بشويه وتحطوها في الكوب في القاع. ممكن انكم تصبوا بديك الطريقه اللي شفتوها في بدايه الفيديو، يعني نتوما اللي بغيتوا. الا كنتو كتحبوا تبقى عندكم الرغوه الفوق ممكن ديروا هاد الطريقه. كنتو مزروبين ممكن انكم تصبوا نفس يعني المذاق ما كيختلفش، غير كاين اللي عزيز عليه يشرب واحد الحاجه بالاساسيات ديالها، وكاين اللي ما عندوش مشكل. هنا ممكن ديروا واحد الحاجه كبوا بشويه، او ممكن انكم تميلوا لكم الكوب. لما ميلتوا الكوب عندكم شديتوا في يديكم ممكن انكم تكبوا تحافظوا على الرغوه اكثر من هذه. نتمنى ان الفيديو كان مشروح لكم باش تقدروا تحضروا القهوه التركيه وتولوا من العشاق ديالها. وان شاء الله غادي نصايب لكم معكم القهوه العربيه اللي هي رائعه صراحه. اذا الناس اللي كيعشقوا القهوه راه واحد العشق لا ينتهي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. ودابا غنمشيو للمول كما قلت لكم مول نيستو. اول حاجه ندير بكم دويره في محل الفضه سيلفر وورلد. هذا المحل فيه الديزاينات ما شاء الله رائعه. ومن بعد نديكم واحد المحل للذهب وغتشوفوا اشكال الذهب واش كتختلف على اشكال الذهب اللي كاينه في السوق الذهب بدبي، لان هنا يعني بعجمان. وكنا قلنا بان الفضه هنا عندهم الديزاينات رائعه، ونفس العيار اللي موجود في المغرب موجود هنا وموجود في العالم اللي هو 920. بالنسبه للفضه الديزاين هو ديزاين ايطالي. اذا لكم فرجه ممتعه. ومن بعد محل الفضة مشينا لمحل الذهب،
واحد المحل رائع كبير كبير بزاف تبارك الله ما شاء الله. وهاد السيد شافني تنصور برا ويقول لي تفضلي صوري داخل. كما كتشوفوا الديزاين الهندي. انا علاش عاود درت لكم بزاف سولوني على داك الفيديو ديال سوق الذهب بدبي وبغاو يعرفوا الديزاينات ديال الذهب. العيار 21 و 24 هو عيار اللي تيسوى الثمن في المغرب، لان مثلا الذهب اللي عيار 18 اللي عاودتي بعتي ما تيجيبش الثمن، ولكن عيار 24 و 21 راه كيجيب الثمن. لان علاش العيار هي كميه الذهب اللي كتكون مصنوعه بهذاك الطقم. 18 كيكون شويه هو بصح صحيح، ولكن كيكون فيه نحاس اكثر. هنا 21 24 لا كيكون ذهب خالص. وصراحه الديزاينات رائعه. نخليكم تستمتعوا بمنظر الذهب كما تيقولوا. اللي مشرى يتنزه صراحه. انا ما كنمشي هاد المحلات العقلو يا طير. كملوا الفيديو. شكرا على حسن المتابعة. ما تنسونيش من لايك وتعليق واشتراك اللي باقي ما اشتركش معايا. يلا بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.